كل يوم بتظهر لنا عربية جديدة ويوم عن يوم لحد ما بقينا قدام آلاف العربيات بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها. بس وسط كل العربيات دي في عربيات معينة بتحس إنها اتعملت في وقت مختلف، وقت كان المهندس يقدر يجرب فكرة مجنونة والنتيجة كانت بتطلع عربية محدش عارف هي اتعملت إزاي أصلا. وعشان كده النهاردة مش هنتكلم عن أسرع 10 عربيات ولا أغلى 10 عربيات، النهاردة هنتكلم عن 10 عربيات الزمن نفسه مش هيعرف يكررهم تاني. عربيات كل واحدة فيهم كان فيها حاجة مميزة جدا، سواء ديزاين، انجن، تكنولوجي، أو حتى فكرة العربية نفسها اختفت تقريبا من صناعة العربيات. وجزء من العربيات اللي هنقولها النهارده دي لو شركة النهارده حاولت تعملها بنفس الفكرة غالبا مش هتقدر. انا يوسف والنهارده هقول لك 10 عربيات الزمن مش هيعرف يكررهم تاني. ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا بالفرج القريب. يلا بينا نبدأ. تخيل انك شركة عربيات وعايز تدخل بطولة سباقات، بس عشان تدخل لازم تعمل نسخة من عربية السباق دي وتبيعها للناس. مش بتعمل عربية شارع وتحولها لسباق، لا انت بتعمل العكس، وبعدها تفكر هنخلي منها نسخة شارع ازاي اصلا. وده تقريبا اللي حصل مع المرسيدس CLK GT-R. في نص التسعينات بطولة GT1 كانت مليانة عربيات مجنونة، ومرسيدس كانت عايزة تدخل المنافسة بأي شكل، فبدل ما تعمل عربية شارع وتبني عليها ريس كار، فAMG عملت ريس كار من الأساس. والأغرب إن تطوير العربية خد 128 يوم بس. العربية نفسها كانت شبه عربية سباق بكل معنى الكلمة، كربون فايبر وانجن V12 في النص، وشكل انت لو شفته في الحلبة هتفتكرها عربية بروتوتايب مش عربية مرخصة للشارع. كانت نازلة بانجن 6.9 لتر V12 ناتشرال اسبريتد، بيطلع حوالي 604 هورس باور و775 نيوتن متر. وبالارقام اللي قلناها دي كان معاك جير بوكس 6 سرعات ودفع خلفي. يعني احنا بنتكلم عن عربية السواق نفسه قاعد جنب خزان بنزين ووراه انجن V12، وكل حاجة حواليه تقريبا معمولة عشان السرعة. وفي النهاية مرسيدس اضطرت تعمل نسخة مخصصة للشارع علشان تحقق متطلبات البطولة نفسها، والعربية دي اتعمل منها عدد محدود جدا، والCLK GT-R فعلا دخلت سباق GT1. بس هنا السؤال، هل ممكن نشوف شركة تعمل ريس كار بالشكل ده وبعدها تقول طب يلا نبيع منها نسخة مخصصة للشارع؟ الحقيقة في الايام اللي احنا عايشينها النهارده دي فهو صعب جدا، وعشان كده الCLK GT-R مش موجودة هنا عشان هي اسرع مرسيدس، هي موجودة لانها كانت اخر عربية في عصر كان السباق هو اللي بيفرض كلمته. CLK GT-R كانت عربيه سباق لابسه بدله شارع، فالدوج فايبر كانت العكس تماما. دوج قالت احنا عايزين نعمل عربيه سبورت امريكيه بس مش عايزين نسهل الدنيا. وفي سنه 92 ظهرت اول دوج فايبر، ومن اول نظره مفيش اي محاوله تخليها عربيه لطيفه خالص. كبوت طويل، جسم عريض، وانجن قدامك حجمه لوحده يخليك تعرف ان الموضوع مش سهل. V10 ناتشرال اسبريتد 8.0 لتر، ايوه 8.0 لتر. والانجن ده كان بيطلع في البدايه حوالي 400 هورس باور و465 نيوتن متر، مع جير بوكس مانيوال 6 سرعات ودفع خلفي. والاغرب ان العربيه ما كانتش مليانه انظمه الكترونيه تحاول تنقذك من نفسك. ما كانش عندهم فلسفه ان العربيه هتساعدك، لا انت لو دخلت ملف جامد على سرعه عاليه مثلا فانت والعربيه تتصرفوا مع بعض. والدوج فايبر فضلت تتطور على مدار السنين لحد ما وصلت في اخر اجيالها لانجن V10 8.4 لتر، والانجن ده كان بيطلع 645 هورس باور. لكن القوه نفسها مش هي اللي خلت الدوج فايبر موجوده معانا هنا. الفكره انك في عصر النهارده لو عايز تعمل عربيه بيرفورمانس بس لازم تدخل فيها انظمه امان وتحكم وتكنولوجي وهندسه معقده جدا. اما الفايبر كانت بتقول لك خد V10 ضخم حطه قدامك وهديك جير بوكس مانيوال والدفع من ورا والباقي عليك. وعشان كده لما انتاج الفايبر انتهى في 2017 انتهت معاه واحده من اغرب الفصول في تاريخ العربيات، عربيه V10 مانيوال دفع خلفي. وده بالظبط النوع من العربيات اللي لما اختفى مش سهل حد يقرر يعمل زيه النهارده. في عربيات بتتصنع علشان الشركه تكسب منها فلوس، وفي عربيات اتصنعت كأن الشركه عايزه تثبت لنفسها انها تقدر تعمل المستحيل. ودي تقريبا حكايه اللكزس LFA. وقتها شركه لكزس كانت معروفه انها بتعمل عربيات لاكجري اكتر، وفجاه قررت تدخل عالم السوبر كار. لكن المشكله ان البروجكت ده ما كانش ماشي بشكل طبيعي خالص. العربيه خدت تقريبا 10 سنين، وخلال الرحله دي لكزس غيرت حاجات كتير جدا في العربيه. غيرت الهيكل بتاع العربيه من ألمنيوم لكربون فايبر بالكامل عشان تقلل الوزن وتزود صلابه الشاسيه نفسه. وبعدين جت اهم حته في الحكايه كلها، V10 ناتشرال اسبريتد 4.8 لتر. انجن الشركه عملته بالتعاون مع ياماها، وكان فيه 552 هورس باور بيوصلوا العربيه دي من 0 ل 100 في حوالي 3.7 سكند، والعربيه دي كانت بتوصل لحد 9000 RPM. الموضوع ما كانش مجرد رقم، الانجن نفسه كان بيأكسلريشن من الريد لاين بسرعه متخلفه، لدرجه ان لكزس اضطرت تغير العدادات التقليديه لعدادات ديجيتال، لان العداد التقليدي مش هيقدر يواكب سرعه الRPM. والصوت بتاع الانجن ده كان موضوع تاني. ياماها اشتغلت على صوت العربيه دي بكل جديه، لدرجه انهم درسوا اصوات الالات الموسيقيه بالشكل اللي يخليهم يطلعوا صوت V10 اللي هم عاوزينه.
بنزين. والنتيجه كانت عربيه وزنها حوالي 1480 كيلو جرام، بتاكسلريشن زي ما قلت لك من 0 ل 100 في 3.7 سكند، والتوب سبيد كانت بتوصل ل 325 كيلومتر في الساعه. لكن اللي خلى الالف ايه موجوده هنا مش ارقامها بس، 500 نسخه بس هو عدد العربيه اللي نزل. لكزس عملت العربيه دي كانها بروجكت هندسي، الميزانيه بتاعته مفتوحه، وبعدين قفلت الباب. مفيش الف ايه جديده تاني، مفيش جيل جديد، مفيش في 10 تاني من لكزس. وعشان كده الالف ايه مثال مثالي على عربيه اتعملت في وقت كان لسه ممكن الشركه تقول هنعمل سوبر كار من الصفر حتى لو البروجكت خد 10 سنين. والنهارده مش سهل جدا شركه تعمل قرار زي ده. بس لو الالف ايه كانت عربيه اتعملت عشان تثبت ان اليابان تقدر تعمل سوبر كار، فالار 8 كانت عربيه بتثبت ان السوبر كار ممكن تبقى ديلي كار. وهنا واحده من اغرب الحاجات اللي ظهرت في الاودي ار 8 نسخه الفي 10، لانك لما تسمع عربيه سوبر كار غالبا بتتخيل عربيه بتطلعها من الجراج في الويك اند وتخاف تركبها مشوار طويل، لكن اودي عملت حاجه مختلفه. طب ليه السوبر كار لازم تكون متعبه؟ ومن هنا ظهرت الار 8. في الجيل الاول اودي قدمت نسخه في 10 ناتشرال اسبريتد 5.2 لتر، والانجن ده كان مرتبط بنفس العيله اللي لامبرجيني بتستخدم المحركات بتاعتها. وفي اقوى نسخ الجيل الاول ليها الانجن ده كان بيطلع حوالي 610 هورس باور. وطبعا مع نظام الكواترو بتاع اودي العربيه كانت قادره تجمع بين بيرفورمانس السوبر كار وسهوله الاستخدام. والحاجه اللي خلت الار 8 مميزه اكتر انك ممكن تبص للعربيه دي من بره وتقول دي سوبر كار، لكن اول ما تركب بتلاقي كل حاجه مريحه بالنسبه لك. وبعدين اودي عملت حاجه زودت قيمه الار 8 عند عشاق العربيات اكتر، جير بوكس مانيوال 6 سرعات. ودي نقطه مهمه جدا في تاريخ العربيات، لانك حرفيا كنت تقدر تاخد باكج جامد قوي في عربيه واحده، في 10 ناتشرال اسبريتد ميد انجن كوادرو مانيوال. ودي تركيبه الصناعه الحديثه تقريبا قررت انها تنهيها من بدري. التربو دخل في الموضوع والعربيات الهايبريد زادت والمانيوال تقريبا اختفى. وعشان كده الاودي ار 8 مش موجوده هنا لانها اسرع سوبر كار، هي موجوده لانها اثبتت ان العربيه الخارقه ممكن تكون مجنونه لما تدوس عليها، وهاديه لما تحتاجها تكون هاديه. والاغرب ان اودي نفسها اعلنت نهايه انتاج الار 8 في 2024، يعني واحده من اشهر الفي 10 سوبر كارز في العصر الحديث خلصت قصتها. وبعدها ندخل على العربيه بقى. لو الار 8 كانت بتخلي السوبر كار سهل تعيش معاها كل يوم، فاللي جايه كانت بتخلي حتى فكره السوبر كار نفسها فكره مجنونه. وفي لحظه معينه في تاريخ فيراري الشركه كانت عارفه ان عصر كامل قرب يخلص، وال458 ايطاليا كانت تقريبا اخر احتفال بالعصر ده. فيراري حطت فيها V8 ناتشرال اسبريتد 4.5 لتر و570 هورس باور لحد 9000 ار بي ام من غير تربو ومن غير ان العربيه تكون هايبريد. وده كان معناه انك عشان تطلع كل الباور اللي عندك من الانجن لازم تخليه يصرخ لحد اخر ار بي ام. والاهم ان ال458 كانت اخر V8 من فيراري. العربيه دي الانجن فيها كان ميد انجن ناتشرال اسبريتد قبل ما فيراري تنقل الانجن بتاعها للتربو، يعني بعدها جت ال488 والتربو دخل اللعبه. فال458 مش مجرد فيراري سريعه، دي كانت اخر مره تسمع فيها V8 ناتشرال اسبريتد من فيراري بالشكل ده. وعشان كده كل ما تشوف 458 النهارده انت مش بتشوف مجرد عربيه قديمه، انت بتشوف نهايه عصر كامل. تخيل انك بتفتح باب اللامبرجيني وتسمع صوت الفي 12 من غير هايبريد ومن غير ما العربيه تبقى تربو. دي كانت اللامبرجيني مورسيلاجو، ظهرت في 2001 وكانت من اوائل العربيات اللي خرجت من لامبرجيني تحت ملكيه في دبليو جروب، لكنها فضلت محافظه على الروح القديمه جدا للامبرجيني، لانها كانت بتنزل بانجن في 12 6.2 لتر وكانت بتطلع حوالي 572 هورس باور. وبعدها اتطورت اكتر واكتر لحد ما وصلت في نسخه ال بي 670-4 اس في لل 6.5 لتر وكانت بتطلع 661 هورس باور، وكانت في 12 وول ويل درايف. والديزاين نفسه يخليك عارف انها لامبرجيني حتى لو شفتها في اخر الشارع. لكن اهم حاجه انها كانت اخر لامبرجيني قبل ما الصناعه تدخل بقوه في عالم التربو والهايبريد. وبعدها جت الافنتادور وبدا فصل جديد تماما. فالمورسيلاجو مش موجوده هنا عشان هي اسرع لامبرجيني، هي موجوده لانها واحده من اخر المرات اللي لامبرجيني قالت فيها خد الفي 12 واستمتع بيه زي ما هو. وده النوع من العربيات اللي لما عصره بيخلص ما بنشوفوش تاني. في عربيات سريعه وفي عربيات اتعملت في الوقت الغلط، وده بالظبط اللي حصل مع البورشه كاريرا جي تي. بورشه كانت بتجهز لبروجكت مبني بالكامل على تكنولوجيا سباقات، وفي النهايه حولته لعربيه طريق، والنتيجه في 10 ناتشرال اسبريتد 5.7 لتر 612 هورس باور وكان بيوصل لحد 8000 ار بي ام. لكن استنى، جير بوكس مانيوال 6 سرعات ودفع خلفي، يعني عندك سوبر كار المانيه بانجن في 10 صوته جاي من عالم السباقات، والقرار الوحيد بينك وبين العربيه هو رجلك وايدك. مفيش هايبريد يساعدك ومفيش تربو يخبي التاخير بتاع العربيه، ومفيش اول ويل درايف يطلعك من الغلطه.
انت والانجن والست غيارات. والكاريرا جي تي اتعمل منها حوالي 1270 نسخه بس. لكن اللي قتل النوع ده من العربيات مش ان بورشه بطلت تعرف تعملها، العالم نفسه اتغير، القوانين اللي كلنا حافظينها، والهايبريد دخل بقوه في العربيات. والنهارده صعب جدا بورشه تعمل لك عربيه من جديد بنفس المواصفات دي، ودي واحده من اخر المرات اللي بورشه سمحت للموتور نفسه ان يكون هو البطل. لكن لو الكاريرا جي تي كانت اخر نفس من عصر معين، فالاف 40 كانت العربيه اللي قررت تموت وهي بتجري. دي مش فيراري عاديه، دي اخر فيراري اتعملت في حياه انزو فيراري نفسه. وفي 1987 فيراري قررت تعمل حاجه بسيطه جدا، عربيه اسرع اخف واشرس بانجن في 8 توين توربو 2.9 لتر، وكان بيطلع حوالي 478 هورس باور، وطبعا كانت مانيوال ودفع خلفي. بس الارقام دي مش اهم حاجه، المهم ان فيراري شالت تقريبا كل حاجه ممكن تشتتك عن السواقه. مفيش رفاهيه ومفيش انظمه تساعدك في العربيه دي. والاف 40 وصل التوب سبيد بتاعها لحوالي 324 كم في الساعه، ووقتها دي كانت اسرع عربيه انتاجيه في العالم كله. لكن اللي يخليها رقم 3 عندنا انها بتمثل عصر كامل كان فيه سوبر كار ممكن تكون بدائيه خفيفه ومرعبه ومش فارق معاها انت هتتعامل معاها ازاي. والنهارده لو فيراري حاولت تعمل اف 40 جديده بنفس الفلسفه، اكيد مش هتبقى اف 40، لان الزمن اللي سمح بوجودها خلاص اتغير. وبكده وصلنا لاخر عربيتين كل واحده فيهم خلت صناعه العربيات تسال نفسها احنا عملنا ده ازاي اصلا. وفي بدايه الالفينات كان في سؤال واحد بيطارد مهندسين بوجاتي، ازاي تعمل عربيه انتاجيه تعدي ال 400 كم في الساعه من غير ما تتحول لحطام على الطريق. ومن هنا بدات واحده من اقعد مشاريع العربيات في التاريخ. بوجاتي ما حطتلكش انجن في 8 وطورت لك عليه وخلاص، حطت دبليو 16. ركز معايا، 16 سلندر 8.0 لتر 4 تربو، والنتيجه 1001 حصان و1250 نيوتن متر. رقم كان وقتها شبه خيال. لكن المشكله الحقيقيه ما كانتش في ان الانجن يطلع الباور ده كله، المشكله كانت ازاي تخلي العربيه تستحمل الباور ده، وايه الجير بوكس اللي هتحطه اللي لازم يستحمل العزم ده في نفس الوقت. وطبعا محتاج نظام تبريد ضخم جدا، ومحتاج ايرو داينامكس تتغير حسب السرعه، ومحتاج برضه كاوتش مخصوص للعربيه ديت عشان يستحمل ان العربيه توصل للتوب سبيد. وكل ده عشان العربيه في النهايه هتعمل حاجه واحده، تعدي ال 400 كم في الساعه. وفي 2005 الفيرون وصلت للتوب سبيد 407 كم في الساعه. يعني بوجاتي ما كانتش بتحاول تعمل اسرع عربيه وخلاص، هي كانت بتحاول تثبت ان الرقم ده ممكن يحصل في عربيه انتاجيه تقدر تشتريها وتاخدها من المعرض. وده اللي خلى الفيرون موجوده معانا هنا النهارده، لانها عملت لك ارقام مستحيله في زمن اصلا كان فيه نص الارقام دي بيتحط في عربيات سوبر كار. بس قبل ما نقفل الفيديو لازم نرجع بالزمن اكتر من اي عربيه اتكلمنا عنها، لان العربيه رقم 1 بالنسبه لي اتعملت في 1954، يعني قبل ما الفيرون تشوف النور ب 51 سنه، وقبل ما معظم التكنولوجيا اللي بنعتبرها عاديه النهارده ما تكون موجوده اصلا. بس الفكره ان العربيه دي مش مشهوره بس عشان شكلها حلو، هي شكلها نفسه كان نتيجه لمشكله هندسيه، لان مرسيدس كانت عايزه تستخدم تيوبولار سبيس فريم، وده نوع من انواع الشاسيه كانت عايزه تستخدمه لانه خفيف وقوي في نفس الوقت. والمشكله ان الشاسيه ده كان واخد مساحه كبيره جدا عند جوانب العربيه، فلو حطيت ابواب عاديه السواق مش هيعرف يدخل. فالحل افتح الابواب لفوق، ومن هنا ظهرت واحده من اشهر الابواب في تاريخ العربيات، جول وينج دورز. لكن المفاجاه ان ال 300 اس ال ما كانتش مجرد تصميم مجنون، العربيه كانت مبنيه على اساس عربيه سباق قديمه دبليو 194، وتحت الكبوت كان فيه ان لاين 6 3.0 لتر، ومرسيدس استخدمت فيها دايركت فيول انجكشن، وده ساعتها هتطلع حوالي 215 هورس باور في سنه 54. 215 هورس باور في عربيه رياضيه من الخمسينات، وتوب سبيد 260 كم في الساعه. بس اللي خليها رقم 1 مش السرعه ولا الانجن ولا حتى الابواب بتاعتها، اللي يخليها رقم 1 هو ان كل حاجه فيها كانت نتيجه لفكره هندسيه حقيقيه. الابواب مش معموله علشان تبهر الناس، الشاسيه هو اللي اجبرهم عليها، الانجن مش مجرد انجن كبير وخلاص، ده كان جزء من محاوله مرسيدس انها تنقل تكنولوجيا السباق للطريق، والشكل نفسه كان سابق عصره لدرجه انك لو شفتها في سنه 54 ممكن بسهوله تفتكرها عربيه جايه من المستقبل. وعشان كده هو على مدار السنين ظهرت عربيات حاولت تستلم منها اللقب ده، لكن محدش قدر يعمل نفس الاحساس بنفس الظروف وبنفس التاثير. وفي النهايه يمكن احنا النهارده عندنا عربيات اسرع واقوى واذكى بكتير من كل العربيات اللي ذكرناها، بس المشكله ان التطور مش دايما معناه ان بنوصل لحاجه احسن، ساعات بنوصل لحاجات مختلفه، لان كل ما التكنولوجيا بتتطور حاجات تانية بتختفي. الفي 10 والفي 12 التنفس الطبيعي، والعربيه المانيوال والوزن الخفيف، وحتى الافكار المجنونه اللي ما كانتش منطقيه على الورق لكنها لما اتنفذت عملت تاريخ. وعشان كده ممكن بعد 20 سنه نبص لجزء من العربيات دي ونقول دي كانت اخر مره شفنا فيها حاجه زي كده. وفي النهايه انا فعلا مهتم برايك، ايه افضل 10 عربيات في التاريخ من وجهه نظرك؟